ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله اتكلم معاكم عن حاجه مهمه جدا، وهي امتى تغير تمرينك. من الحاجات المنتشره في الجيمات او في المجال بشكل عام انك تلاقي متدرب او تلاقي شخص كل مثلا مره بيتمرن بشكل مختلف او بيتمرن تمرينه مختلفه عن اللي اتمرنها قبل كده. و بي يعني بي بيحاول ان هو يعني يعدي الموضوع ده، او بيحاول ان هو يفسر الموضوع ده عن طريق ان هو يقول لك انا بخض العضله. فمفيش حاجه اسمها بخض العضله. العضله مش محتاجه ان هي تتخض، هي اللي هتخضك او هتصدمك لما تتصاب، لما يحصل لك مشكله، لما ما تلاقيش نتيجه او تلاقي تطور في الحجم العضلي بتاعك، ولا في المرونه بتاعتك، ولا في اللياقه بتاعتك، بسبب ان انت مش ملتزم ببرنامج تدريبي مخصص ليك. طيب، هتكلم معاكم في 3 عناصر أساسية عشان نعرف إمتى نغير التمرين بتاعنا، أو ليه مش من الصح أو من المفروض إن أنت كل أسبوع تغير التمرينة بتاعتك. والأصح إن أنت تلتزم بتمرينة ثابتة، ما لا يقل مثلا من 6 ل 8 أسابيع فيما فوق ل 12 أسبوع، عشان تلاقي تطور أو بروجرس أو تلاقي نتيجة فعلية قدام عينك. اول مصطلح معانا وهو الماسكولار ادابتيشن، وتاني مصطلح هتكلم عنه اللي هو البروجريسيف اوفرلود، واتكلمت عنه قبل كده في فيديو. وتالت مصطلح اللي هو الليرنينج كيرف او منحنى التعلم. طيب، اول مصطلح اللي هو الماسل ماسكولار ادابتيشن، وهو التكيف العضلي. لما حضرتك بتلعب تمرينه او بتتمرن تمرينه معينه، جسمك بيبعت اشارات، او العضله اللي انت مرنتها دي بتبعت اشاره للمخ تقول له في حمل خارجي، في حاجه خارجيه بتاثر على العضله دي، فانا محتاجه اتكيف مع العضله دي، اتكيف مع الحمل ده، اتكيف مع الوضع الجديد ده، اقلم على الحمل اللي انا شايلاه جديد ده، عشان اقدر يعني اتطور بعد كده واقدر استحمل الحمل ده. تمام. فانت النهارده مثلا وليكن اول ما دخلت الجيم لعبت ب5 كيلو، فخلاص جسمك عارف ان في وزن 5 كيلو بينزل على العضله دي، او مجهود او حمل او ضغط، سموها زي ما تسموها، بيتحط على العضله دي. فالعضله بعتت الاشارات للمخ، قالت له انا بيحصل لي ضغط، فقال لها استحملي اجمدي. فبدورها او بدوره او بدور الماسكولار ادابتيشن، التكيف العضلي ده، قدرت ان انت جسمك يتعود على التمرين ده. ولما بتاكل ولما بتنام بيحصل الاستشفاء العضلي، ترجع تاني مرة ان انت جسمك يتعود على التمرين ده. ولما بتاكل ولما بتنام بيحصل الاستشفاء العضلي، ترجع تاني مرة تزود الوزن، عن مثلا أول مرة قلنا 5 كيلو، تاني مرة بقى 7.5 مثلا، تالت مرة بقى 10. فكل مرة انت بتتطور، وهو ده اللي بينقل على المصطلح التاني وهو البروجريسيف اوفرلود. طيب، هل البروجريسيف اوفرلود مختصر او مقتصر على الويت بس؟ لا، البروجريسيف اوفرلود ممكن تزود عدات، ممكن تزود مجموعات، ممكن تزود التايم اندر تنشن، اللي هو الوقت اللي انت بتحط العضله فيه تحت الضغط ده. تمام. ممكن تقلل وقت الراحه بتاعك، ممكن تستخدم اسلوب من اساليب المجموعات التدريبيه، زي ان انت مثلا تعمل سوبر ست، تعمل دروب ست، تعمل تراي ست، ممكن تعمل جاينت ست. بس مش دي الاساس بتاعنا، او مش الاساليب دي هي الاساس بتاعنا. الاساس بتاعنا ان احنا نلعب هارد سيتس وبروجريسيف اوفرلود، ونسجل اوزاننا ونعمل تراكنج او تتبع للحمل او للمجهود اللي احنا بنعمله ده، ونحاول نوصل للفشل العضلي او ما قبل الفشل العضلي بعدة او عدتين. تمام. طيب، كده شرحت الماسكولار ادابتيشن وشرحت البروجريسيف اوفرلود والليرنينج كيرف. ده المصطلح الثالث بتاعنا، الليرنينج كيرف، وهو اللي بيخلي الجهاز العصبي بتاعك يسجل الحمل اللي انت لعبت بيه ده، او المجهود اللي انت عملته ده، او زي ما بنسميها الضغط اللي حصل على الجسم ده. الجهاز العصبي بتاعك بيبدأ يسجل الحركة دي او الباترن ده او النمط الحركي ده في ذاكرة الليرنينج كيرف بتاعته. ومن هنا او من المصطلح ده بحب اوضح ان مفيش حاجه اسمها ذاكره عضليه. الذاكره العضليه دي بتكون في الجهاز العصبي بتاعك او في الدي ان ايه بتاعك،
وفي دراسات كانت اتعملت على القصه بتاعه الذاكره العضليه دي، او حبوا يشوفوا ان الذاكره العضليه دي حقيقيه ولا خرافه. وطلع ان التمرين بيعمل تعديل في سلوكيات الجينات او في سلوكيات الدي ان ايه نفسه. مش بس في هنا قصه كده بسيطه عشان نفهم، بس مش هيعدل الدي ان ايه كله، لكن هو بيعدل سلوك الدي ان ايه او رد فعل الدي ان ايه. وده هو اللي بيعدل او بيوريك شكل الجينات بتاعتك، او بيوضح لك شكل الجينات بتاعتك اللي بتتأقلم مع الحمل اللي هي وقعت تحته. تمام. الحركة او الباترن او التمرينة او الوزن اللي انت لعبت بيه ده، عشان يقدر يتكيف معاه ويقدر يعمل تأقلم عليه. تمام. يبقى هنا انت مش محتاج ان انت تغير تمرينك كل مرة او كل اسبوع عن الاسبوع اللي بعده. انت محتاج تسجل اوزانك، تعمل تراكنج، تعمل بروجريسيف اوفرلود، تتقن الحركة دي عشان الليرنينج كيرف بتاعك يزيد، مش يبقى متغير او تبدأ كل مرة من الاول وجديد، تبدأ تسجل ليرنينج كيرف من اول وجديد. تمام. في بعض الدراسات كمان بتتعامل على القياس المنحنى بتاع الكيرف ده او الليرنينج كيرف ده، وبتثبت فعاليتها في البروجريسيف اوفرلود او الثبات اللي هو بيبقى مستمر مع تقدم في الاوزان او في المجموعات او في التكرارات زي ما قلنا. وده كان رد على السؤال اللي هو اغير تمريني كل قد ايه، او اغير تمريني امتى. تغير تمرينك لو انت مش عامل بروجريسيف اوفرلود او مفيش تقدم او مفيش تطور، وتغير تمرينك لو خلاص انت العضله بتاعتك اتكيفت على التمرين ده، وبقالك مثلا تقريبا من 6 ل 8 اسابيع فيما فوق مستمر ولكن مفيش نتيجه. وفي برضه حاجات ممكن تغير فيها تمرينك لو انت عندك بلاتو او وصلت لمرحله البلاتو اللي انت جسمك مفيش تطور. تغير تمرينك او تغير شكل من اشكال التمرين بتاعك لو انت عندك اصابه بتخلي في الم في المنطقه دي لما بتستخدم التمرين ده او لما بتجرب التمرين ده. لكن مش عمال على بطال تقعد تغير التمرين من مره للتانيه، لا، انت المفروض تثبت على برنامج تدريبي مخصص ليك، تختار التمارين المناسبه ليك انت لحالتك انت. والحمد لله ده شرحته في الكورس ووضحته بالتفاصيل المملة، ازاي تختار التمارين وازاي تختار كم مجموعة وكم عدة وتبدأ تمرينك ازاي، والتمارين مركبة تاخد جزء قد ايه من البرنامج التدريبي بتاعك، والتمارين العزل تاخد قد ايه من البرنامج التدريبي بتاعك. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.